السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ أوركيديا. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الدجاج محمر بالطريقة المغربية. كيجي لذيذ بزاف، كيجي زوين بضغمرة اللي معلكة ولذيذة شكلا ومذاقا، كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف بزاف بطريقة اللي سهلة ومبسطة. وحضرت معاه سلطات اللي كيجيو لذاذين، فخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا 2 ديال الدجاجات من وزن 2 كيلو ونص في الوحدة اللي غسلتهم ونقيتهم مزيان. عندي هنايا 5 فصوص من الثوم، وعندي العطريه ديال الدجاج اللي كتعطيها واحد المذاق اللي رائع، وعندي هنايا الكركم او الخرقوم البلدي والفلفل الاسود، ملعقه كبيره من الزنجبيل، عندي هنايا ضويمه ديال الزعفران الحر، والقليل من السمن الحار والملح. بالنسبه للملح فدائما حسب الذوق. فهنا عملت 2 معالق ديال السكنجبير صغارين او معلقه كبيره. فغادي ندوز نشرمل معكم الدجاج. التشرميله الاولى غادي نعمل العطريه كامله او التوابل، وغادي نعمل الملح حسب الذوق. بالنسبه للثومه فانا غادي نحكها في واحد الحكاكه اللي كتكون رقيقه بزاف باش كتجينا الثوم ديالنا رقيقه ما كتجيش باينه. فغادي نحك 5 فصوص من الثوم كاملين، وغادي نضيف القليل من الماء. فهنايا انا ضفت الماء فقط، ما غاديش نضيف في هذه الاثناء الزيت، حيت غادي نرقد الدجاج ديالي في هذه التشرميله وغادي نخليه يبات ليله كامله. فانا هنايا شرملت الدجاج معكم بالليل حتى الغدا، ان شاء الله في الصباح عاد غادي نطيبو، حتى الغد ليه عاد غادي نطيبو باش كتدخل فيه التشرميله وكيجي لذيذ. فهنايا شرملته كيف ما كتشوفوا معايا مزيان مزيان، ودخلت فيه داك التشرميله كامله او العطريه، عملت له من الجوانب وعملت له في الكرش ديالو، دخلت له التشرميله مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. وغادي نجمع له الرجيلات ديالو باش ما يتفتحش معايا الدجاج، وغادي نستمر حتى نكملهم بجوج بيهم. فحتى الثاني غادي نشرملو بنفس الطريقه، غادي ندخل له التشرميله مزيان مزيان في الاحشاء ديالو في الجوانب، وغادي نغطي الدجاج ديالي بالبلاستيك الغذائي، وغادي نخليه على جنب. غادي نخليه يشرب لي العطريه مزيان حتى لغد ليه في الصباح ان شاء الله عاد غادي نطيبه باش هكا كيجي الدجاج بنين وكيجي متبل مزيان. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي ناخد الدجاج اللي شرملته من قبل كيف ما كتشوفوا معايا، فدخلت فيه التشرميله مزيان. غادي نحتاج المعدنوس اللي قطعته من قبل وزيت الزيتون. عندي هنا الحامض مصير او الحامض مرقد، وهنا عندي واحد 4 البصلات اللي قطعتهم الى مربعات. غادي ناخد الطنجره اللي غادي نطيب فيها الدجاج، وغادي نعمل فيها البصله والحامض مصير والمعدنوس اللي قطعته من قبل، وغادي نضيف زيت الزيتون. غادي نعمل الدجاج ديالي في الطنجره، وغادي نعمل حتى ديك التشرميله اللي بقات لي من الدجاج. انا عملت هنا حتى الجنيحات والعنيقات ديال الدجاج عملتهم معاهم، والكبيدات والقنيصات خليتهم حتى من بعد عاد غادي نضيفهم للدجاج. هنايا مرقت الدجاج وخليته يطيب من بعد ما تشحر مزيان مزيان، خليته يطيب على خاطره حتى طاب. عاد غادي نحيده ونضيف داك الكبيدات ديال الدجاج، ونخلي التشرميله ديالي كتعلك مزيان مزيان حتى تولي لي على هذا الشكل هذا، وتولي لي التغميره ديالي معسله وناشفه. بالنسبه لي سلطه اللي غادي نحضر مع الطبق ديالي، فضروري خصنا نضيفوا الخضر لهذا الطبق فاش كيكون الغدا ديالنا مكتمل. هنايا عندي المكور بنفسجي قطعته الى قطع مربعات على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وغادا نضيف له، غادا نعملو في واحد البول اللي غادي نخلط فيه السلطه ديالي، وغادي نضيف له القرقاع، القليل من القرقاع فقط والقليل من الزبيب. وهنا عندي العسل، انا عملت هنايا العسل الممتاز باش كيعطيني واحد المذاق اللي رائع. وغادي نعمل ياغورت طبيعي
بدون سكر. وغادي نعمل واحد الملعقة كبيرة من الخل او الحامض. غادي نخلط المكونات ديالي مزيان مزيان حتى تدخل لي داك المكونات في المكور. وغادي نعملو في طبق التقديم وغادي نخليهم على جنب باش نقدمهم مع الدجاج. بالنسبة للسلطة الثانية فغادي نعمل الجزر او خيزو. غادي ناخذ واحد المقيلة وغادي نحك فيها الثومة. انا هنايا عملت 4 فصوص من الثوم. وغادي نعمل زيت الزيتون اللي غادي نشحر فيه داك الجزر. وعندي هنايا الفلفل الاحمر القليل فقط، والقليل او ملعقة صغيرة غير ممتلئة من الكمون. وغادي نضيف المعدنوس اللي قطعته من قبل. غادي نضيف الملح. دائما الملح كيف ما كنقول لكم حسب الذوق، ما تكتروش الملحة باش ما تجيناش لي سلطه ديالنا مالحين. هنايا غادي ناخذ داك المكونات وغادي نعملهم على النار حتى يتشحروا ويطلقوا بعضياتهم بحال اللي كتشوفوا معايا. غادي نضيف لهم الجزر وغادي نخلط المكونات ديالي مزيان مزيان حتى تدخل لي داك العطريه او الترميله في الجزر. عاد غادي نضيف الحامض. فانا هنايا غادي نضيف كميه مهمه من الحامض، فكيعجبني الحامض في لي سالاد، كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ. وكيعجبني الجزر ملي كيجي محمض كيجي رائع. من بعد غادي ناخذ واحد المقله وغادي نعمل فيها القليل من الفلفل الاسود والقليل من المعدنوس والقليل من الملح، واحد الفص او فصين من الثوم وزيت الزيتون. وغادي نعملهم على النار يتشحروا. وغادي نضيف لهم اللوبيا شعره اللي قطعتها من قبل وغسلتها مزيان وسلقتها حتى الجزر فنقيته وغسلته وسلقته من قبل. غادي نشحر اللوبيا مع المكونات اللي ضفت الفلفل الاسود والملح والثوم والمعدنوس وزيت الزيتون. وغادي نخليهم على جنب باش يشربوا لي العطريه. من بعد غادي ناخذ البطاطا اللي سلقتها من قبل. غادي نضيف لها القليل من الملح وغادي نضيف لها المايونيز او الياغورت طبيعي، لكم الاختيار، فحتى بالياغورت طبيعي كتجي لذيذه وبنينه. وغادي نضيف المعدنوس اللي كيعطي لي سلطه ديالنا واحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف وكيجيو لي سلطه ديالنا زوينين. من بعد ما ضفت المايونيز والملح والمعدنوس غادي نضيف الحامض وزيت الزيتون. فهاد السلطات ديالنا كيجيو زوينين بزاف مع هذا الطبق. وهنايا ضفت البصل اللي قطعته رقيق بزاف بزاف على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. فالبصل كيعطي للسلطه ديالنا واحد المذاق اللي زوين ورائع. فهادو هما السلطات اللي غادي نقدم مع الطبق ديالي. فمن بعد طابلي الدجاج على هذا الشكل هذا، فغادي نخليه حتى يبرد واحد شويه. وغادي نضيف له ملعقه من الهريسه، ملعقه صغيره من الهريسه. وغادي نضيف له ملعقه من السمن الحار. وغادي نضيف زيت الزيتون. وغادي نخلط المكونات ديالي مزيان مزيان. وغادي نبدا ندهن بهم داك الدجاج اللي غادي نحمره في الفران. فانا هنايا شعلت الفران ديالي عملته يسخن. غادي ندهن الدجاج مزيان بهاد المكونات. فواخا ضفت الهريسه فما كيجيش الدجاج ديالنا حار بصفه نهائيه، يلاه كيجي بنين وكيجي زوين. فغادي نعملو في الفران ونخليه يتحمر على خاطرو على هذا الشكل هذا حتى كياخذ لي هذا اللون الذهبي وكيتحمر مزيان. كتكون التغميره ديالي طابت على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، كتجي معلكه وكتجي ناشفه ما فيهاش المرقه بزاف. غادي نضيف الزيتون مقطع على هذا الشكل هذا. وهنايا زينت بالعشيشات ديال الكنافه وبيض السمان اللي سلقته من قبل وزينته بالقليل من البافو. فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. فكنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الحباب والاصدقاء لتعم الفائده. فشكرا على المشاهده والتشجيع والتعليقات الجميله الطيبه. ودمتم في رعايه الله وحفظه
في وصفة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.